انا مش معايا فلوس. الفلوس اللي معايا مش هتقضي. محتاج مكان؟ لسه هتعلم. يا ترى محتاج اسيب الشغل؟ استنى، ابدأ بزنس في المجال اللي انت بتحبه، ولو مش مصدق ان انت ممكن تحقق ارباح من مجال شغفك، اسأل جوجل. شوف ناس كتير عملت نجاحات من شغفهم. دور هتلاقي افكار مشاريع ناجحة جدا في مجال شغفك. استنونا هنتكلم عن افكار كتير عن البزنس من البداية، قصص نجاح وافكار كتير ملهمة هتساعدك تاخد خطوة في دنيا البزنس. انا معاك دعاء العدلي، وانت بتسمع برنامج سنة اولى بزنس على راديو تسعينات اف ام. استنونا. سنة أولى بزنس مع دعاء العدلي، كل يوم تلات الساعة 12 إلا ربع الصبح على تسعينات اف ام. يا صباح الخير والسعادة والرزق الواسع على كل مستمعين وأصدقاء راديو تسعينات اف ام. أنا دعاء العدلي وانتوا بتسمعوا برنامجكم سنة أولى بزنس. النهاردة في حلقتنا التانية هنتكلم عن جزء مهم من رحلة ريادة الأعمال، من الخطوات الأساسية لبناء بزنس ناجح. إزاي نعرف فكرة البزنس اللي هنعمله، وإمتى الفكرة بتتحول وتكون فرصة أقدر أستفيد بيها وأعرف أطبقها في الدنيا بتاعتي، وإيه هي أهم الطرق والمصادر للأفكار وأسس اختيار الفكرة. ليه مهمة الفكرة، وإزاي هتغير في حياة الناس اللي حوالينا، وإزاي هتعود عليا بالمردود المالي المناسب والفعل المفيد ليا والمجتمعي ولكل الدنيا اللي حواليا. وهل الأفكار اللي بنتداولها بتأدي إن احنا نكتشف مهارات عندنا ونفتح أبواب جديدة لنفسنا بيها وللدنيا اللي حوالينا؟ المعلومة الأكيدة أن 75% من نجاح المشروع مبني على اختيار الفكرة وعلى عقلية رائد الأعمال اللي بينفذ الفكرة دي. اختيار الفكرة مهم جدا، وده اللي أنا حاجي أتكلم معاكم فيه النهاردة، وهنتشارك مع بعض 10 أهم طرق لتوليد الأفكار اللي بتساعدنا على نجاح مشروعنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل ونقول ايه هم ال10 افكار المهمين للفكرة، وازاي اجيبهم وازاي استفيد منهم واعرف اخد الفكرة المناسبة لي. انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات. ورجعنا لكم وكنا سألنا متابعينا ايه الفكرة المشروع اللي نفسك تنفذه. ناس كتير بعتوا لنا، وده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض، وهنشارك الافكار اللي هم قالوها، وهنبدأ بازاي نولد الافكار دي. اصلا في 10 طرق في دنيتنا ازاي نولد الافكار اللي تساعدنا ان احنا نعمل فكرة ريادية مميزة. اتناولنا في الحلقة اللي فاتت عقلية رائد الأعمال، وقد إيه هو مبدع ومفكر وعقليته مرنة ويقدر يكتشف حاجات كتير، وهو مبتكر دايما عنده حتة انه يكتشف الجديد. فال10 افكار و10 الطرق دول هتساعد كل رائد اعمال انه يقفش الفكرة ويقدر ينفذها وينجح بيها بإذن الله. اول طريقة لتوليد الافكار هي المشكلات الموجودة في مجتمعنا، مشكلات متجددة الأفكار. دايما حوالينا حاجات كتير بتبقى ناقصة، مشكلة يومية بنعدي بيها، نقص في منتج معين مش موجود في السوق، نقص في شريحة معينة، في حاجات مكملة لجزء مهم في صناعة معينة. من الأفكار اللي ناس كتير اشتغلت عليها وقدرت تعالجها فكرة سويفل، والفكرة دي دايما أنا بشوفها ممتازة في حتة إن أنا كملت حاجة ناقصة في السوق. لما هو اكتشف إن شركة سويفل بتعتمد على العربيات والتوصيل، هو اكتشف إن في نقص في الأتوبيسات النقل العام أو في الأتوبيسات، والفكرة النقل الأعلى شوية، مش مجرد عربية صغيرة، لا هو عايز أتوبيس تكلفته أقل على المواطن المعين يعني اللي بيركب الأتوبيس، وإنه يغطي مناطق كتير مختلفة. قدر بنقطة ناقصة في المجتمع إنه يكمل فراغ، وقدر إنه ينجح ويبقى شركة ريادية عظيمة مهمة لتكملة فكرة بدأت من الأول، ولكن هو خد تكملة ليها ووصل لإنجاز جديد. ودي كانت أول حاجة، المشكلات المتجددة للأفكار. تاني طريقة مهمة جدا
أنا بشتغل عليها هي التكرار. صناعة موجودة وأنا عندي فكرة عنها وأقدر أكرر الصناعة دي برؤية مختلفة، زي صناعة الأحذية وزي صناعة الحقائب والملابس وبعض الصناعات اللي موجودة اوريدي. أنا أقدر أخد الفكرة اللي اوريدي قائمة وأعملها بمنظوري وبرؤيتي الخاصة، ودي بتكون تكرار موجود في الماركت. تالت طريقة لتوليد الأفكار وهي الأخبار. نشرة الأخبار تعتبر مصدر مهم جدا وملهم للأفكار. لما الناس بتقراها بعين الصياد اللي يقدر يقتنص الفرصة، بيسمع وبيشوف وبيتذوق الأرقام، لأن الأرقام في الأخبار ليها معاني مميزة لرائد الأعمال. بيقدر يستلهم الفرصة وياخد منها فكرة يقدر يشتغل عليها ويطلع بيها لمشروع ريادي مميز جدا. في العالم مثلا على سبيل المثال بداية شركة مايكروسوفت بدأت من فكرة في نشرة أخبار. بول ألين أرى فكرة عن إنتاج المايكرو كمبيوتر، وكان في الوقت ده مفيش الكمبيوترز المتعارف عليها في زماننا ولا الحاجات اللي احنا وصلنا للتكنولوجي فيها. هو كان عندهم الكمبيوترز بحجم كبير جدا، فلما قال إن هم هيعملوا مايكرو كمبيوترز قدر هو وصديقه يعملوا فكرة مايكروسوفت، ودي كانت فكرة جت من نشرة الأخبار. الطريقة الرابعة لتوليد الأفكار هي استغلال موارد الطبيعة المحيطة بينا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ناس كتير شغالة وعايشة في بيئة ساحلية بتقدر تشتغل على تجارة الأسماك وتعبئة الأسماك واستيراد الأسماك تصدير الأسماك والحاجات اللي ماشية جوه البيئة دي. اللي عايش في بيئة زراعية بيقدر يشتغل على المحاصيل الزراعية وعلى المنتجات اللي بتخدم البيئة الزراعية والمحاصيل وتصديرها واستيرادها وكل الكيان الخاص بالبيئة بتاعته. هو قدر يستغل الموارد الطبيعية المحيطة بيه والثروات ومصادر الطاقة اللي هو عايش جواها ويطلع منها لفكرة رائدة في مجال ريادة الأعمال. ودي بتفرق مع ناس كتيرة قوي في بيئات مختلفة وبيئات مصدرة للعالم كله. بتفرق عقلية رائد الأعمال إنه ينتهز الفرصة ويستفيد من البيئة اللي هو عايش جواها. الطريقة الخامسة وهي الفكرة المحلية تصنع العالمية. الكلام ده يعني إيه؟ يعني في مصر مثلا في أكلات شعبية ومشهورة جدا حوالين العالم. مصريين سافروا بلاد كتير في الدنيا وقدروا يعملوا مشاريع ريادية في الأكلات دي في البلاد اللي بره. الكشري وصل نيويورك ووصل العالم كله عن طريق مصريين سابوا مصر وسافروا وقدروا يوصلوا بمشاريع ريادية خاصة بأكلات مصرية في العالم. وعلى سبيل المثال احنا شفنا السوشي في مصر، ما السوشي أكلة يابانية، والبيتزا الإيطالي والشاورما السوري. كل رائد أعمال بياخد فكرة بلده ويقدر ينشرها من فكرة محلية لفكرة عالمية في مجال خاص بيه هو وملهم لكل الدنيا المحيطة ليه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم الطرق الملهمة لاستلهام الأفكار في دنيا ريادة الأعمال. أجمل ذكريات الأغاني العربية على 90 FM. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل طرق توليد الأفكار الملهمة في دنيا ريادة الأعمال. الأفكار بتكون هي البذرة اللي بنزرعها ونقدر نوصلها لكل الدنيا اللي حوالينا. كل إنسان فينا بياخد الفكرة ويعملها بمشاعره وبشغفه وتركيبه هو المميز. مفيش فكرة زي التانية، مفيش حد بيسرق فكرة حد. فكرتك خاصة بيك لأنها بروحك وانت الوحيد اللي تقدر توصلها للدنيا بطريقة مميزة جدا. هنوصل للطريقة الستة ونتكلم عن الطريقة الستة لتوليد الأفكار اللي ممكن نعمل بيها مشاريع في دنيا ريادة الأعمال. الهوايات فرصة للابتكار غير عادية، ابتكار وتطوير، وناس كتير عملوا من هواياتهم فرص ملهمة جدا وعملوا قدروا يوصلوا اتعلموا حاجات ينقلوها للي حواليهم، خدوا كورس قدروا يلخصوا للدنيا اللي حواليهم وقدروا يشتغلوا على الحتة دي ويبتكروا ويطوروها جدا. احنا عندنا خلط ما بين الهوايات وما بين الشغف وما بين المهارات، وده هوصله لكم في النقطة الأخيرة بإذن الله ونكمل الطرق مع بعض. الطريقة السابعة وهي تحليل البيانات للاستيراد والتصدير.
اغلب البلاد في حاجه اسمها تحليل بيانات خاصه بالاستيراد. ايه الحاجات اللي احنا بنستوردها وممكن اعمل بيها مشروع، وايه الحاجات اللي انا ممكن اوردها، وبرضو ممكن اسال الخبراء في المجال ده واعرف استلهم افكار اعمل بيها مشروع ريادي مميز يساعد في اقتصاد بلدي. الطريقه الثامنه لتوليد الافكار الملهمه هي تنفيذ القديم بشكل جديد. يعني ايه الكلام ده؟ اسلوب جديد. على سبيل المثال بداية شركة أرامكس شركة رائدة في مجال الشحن، شركة من أرقى الشركات اللي بدأت في الشحن من سنة 1982. صاحبها عربي أردني اسمه فادي غندور. الراجل ده قدر ياخد الأفكار الملهمة بتاعة شركات الشحن القديمة، ولكنه أضاف عليها تطوير وتميز إن أنت تقدر تتعقب شحنتك منين لفين، وكان هو ريادي في النقطة دي. قدر ياخدها ويطور فكرة الشحن، وكان من أول الشركات الرائدة في مجال شركات الشحن على مستوى الوطن العربي والعالم الشرق أوسط بالكامل. الشركة دي قدر يوصل بيها إنه يبقى من أول الشركات العربية المسجلة في البورصة العالمية، وقدر يعرف ازاي يطور القديم بفكر حديث. وده فكرة ريادية جدا، لان في حاجات كتير في دنيتنا قديمة شوية ممكن ناخدها بنكهة المستقبل وبنكهة الدنيا اللي احنا فيها، وناخدها لليفل جديد وليفل مختلف. الطريقة التاسعة لتوليد الأفكار هي بقى عن الابتكار. يعني ايه انا ابتكر حاجة جديدة؟ يعني ايه انا اعتمد على ابداعي انا وتكويني، ممكن من الترندات الكتيرة اللي حوالينا واكتشف اقدر اخد فكرة في الترند واحطها في عقلي واطلع منها فكرة جديدة. دمج الافكار بيساعدني جدا على الابتكار وعلى الابداع. وزي كده افكار بتيجي فجأة، حاجة مختلفة عندنا في الدنيا بتاعتنا زي نيو ماركت. بداية ابليكيشن اطلب كان ابليكيشن للاكل، كان اول فكره رائده في مجال الابليكيشنز ان انت بضغطه زر توصل لكل المطاعم اللي موجوده حواليك. كان دي الفكره دي ما كانتش موجوده زمان، ودي نيو ماركت في مجال جديد. النيو تكنولوجي بدايه فكره اوبر، اول شركه بدات تحول التاكسي لفكره رائده تكنولوجيه وبرده بابليكيشن بسيط. وكل ده ابتكار وكل ده ريادي ما كانش موجود قبلهم، هم بدايه التاريخ للحته دي تحديدا. بدايه نيو بنفتس زي فكره نتفليكس قدر ياخد نقلة كبيرة جدا على المتعارف بيه في الزمن القديم. فكرة شرايط الفيديو كان موجود، أكبر شركات في العالم بتأجر شرايط الفيديو والناس بتاخدها وتقعد عندها، واللي بيوديها متأخر يدفع غرامة. وكان في شركات كتيرة رائدة في المجال ده، والجيل القديم أغلبه عارف النقطة دي. نتفليكس قدر يغير المفهوم بتكنولوجيا جديدة بابتكار مختلف خالص، وبقى بنفت لكل الناس وليه حقوق مختلفة وشكل مختلف عن الفكر القديم تماما. النيو مسج او الطريقة بداية ان انا اتكست حد او اكتب له مسج بسيطة وسهلة، فكرة تويتر، وده بدايته كانت نيو مسج وطريقة جديدة للابتكار واحتراف الافكار، وبقى شركة ريادية تصنف بمليارات الجنيهات ومليارات الدولارات. الطريقة العشرة لتوليد الافكار، وهي اهم فكرة بالنسبة لي كدعاء وبقولها للناس كلها، هي انت صاحب ريادة الاعمال. انت المصدر الفكرة الرئيسي. رائد الأعمال وعقليته وتكوينه وشغفه يقدر يطلع بيها لأفكار مختلفة تماما في دنيا ريادة الأعمال. في نموذج اسمه الأكيجاي الياباني. النموذج ده بيقول إن الإنسان بيميل للعمل ذو العائد المادي، ثم ينتقل إلى إجادة المهارات، ثم يستطيع ممارسة هذه المهارات بشغف إذا أحب عمله، ثم يصل للشعور بالرضا والسعادة. علشان كده نصيحتي أو اللي أنا بشوفه ونجح مع ناس كتير في دنيا ريادة الأعمال، ابدأ بشغفك، اكتشف شغفك، دور على الشغف اللي انت عشت بيه. كل واحد فينا لو سأل الناس وانا زمان كنت بحب ايه، هيكتشف هو كان شغوف بايه. لو ما عندكش شغف اوجد شغف واشتغل عليه. لو ما لقيتش شغفك، مفيش حد ما عندوش شغف، ومفيش حد، اغلب مجتمعنا المصري كمان تحديدا عنده تعدد الشغف. انا قابلت ناس كتيرة جدا متعددة الشغف. الفويس اوفر شغف، الاذاعة شغف، التلفزيون شغف، التصوير شغف، افكار ملهمة جدا. كل واحد عنده حاجة بيحبها يقدر يديها من طاقته ومن طاقة الحب اللي جواه ليها ويحولها لشغف. اكتشفوا شغفكم ووصلوا بيه
لنجاحات مميزة، لأن أنت كرائد الأعمال أنت أهم عنصر مهم في مشروع ريادة الأعمال الخاص بيك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. شكرا. أغانينا الحلوة على تسعينات FM، أجمل الذكريات. ورجعنا لكم وبرضه بنتكلم عن الطرق العظيمة لتوليد الأفكار لمشاريع ريادة الأعمال. وآخر حاجة وصلنا لها لما رائد الفكر هو بيكون مصدر الفكرة من شغفه، بيكون إنجازات عظيمة في دنيته، بيحقق معادلة الموهبة الخاصة بيه، إمكانياته ومهاراته وشغفه، أفكار بسيطة بتستهلك موارد بسيطة في دنيته، أفكاره قابلة للتنفيذ. عايزين نعرف أكتر. حد فكر قبل كده لما بنفكر بالمقلوب في أي فكرة كريادة أعمال، بعض رواد الأعمال فكروا في الفكرة بالعكس. الولاد بتروح المدرسة كل يوم وبترجع من المدرسة كل يوم، فكروا العكس، لو المدرسة هي اللي بتروح للولاد كل يوم. ومن هنا قدروا يوصلوا لمشاريع الخدمات الرقمية الكتيرة قوي اللي بقت موجودة، الدروس الأونلاين والكورسات الأونلاين والمدارس الأونلاين. أفكار رائدة في مجالات متفاوتة ومختلفة وعظيمة. حقيقي ناس كتير بتفكر أمسك الفكرة إزاي. قلنا أفكار، 10 أفكار ملهمة إزاي نوصل للأفكار. دور على فكرة ممتازة ونفذها. المشروع ده مناسب ليك ولا لأ؟ وده سؤال مهم جدا تسأله لنفسك. يا ترى أنا عندي المرونة وعندي عقلية رائد الأعمال اللي اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت وندمجها مع الأفكار؟ أخد فكرة أشوفها بعقلي وأدخلها على أفكاري. ممكن أفكار دمج كتيرة تفرق، ممكن أبص لها بطريقة مميزة، ممكن أخدها لفكرة أبدأ أدرس وأبدأ أشوف الرؤية للفكرة، هل دي تنفع؟ أسأل الخبراء هل فكرتي دي تستاهل تتطبق وتبقى مميزة وتفرق؟ حقيقي كل واحد محتاج يعرف فكرته ويعرف نفسه أكتر ويوصل بيها لحاجة ملهمة في دنيا ريادة الأعمال. ريادة الأعمال دنيا عظيمة عظيمة، وتقدر تعمل منها مشاريع بسيطة جدا بإمكانيات بسيطة، ولما تبدأ تكبر تاخدها لليفل أعلى فأعلى فأعلى، تفيد بيها نفسك وتفيد بيها مجتمعك وتوصل بيها لإنجازات عظيمة. الأحلام مهمة جدا جدا، وإبداع الأحلام مهم قوي. طب تخيل كده نفسك لو أنت وزير من الوزراء، هتنفذ إيه الأفكار اللي ممكن تساعدك؟ سهل تحلم وسهل تبدع وسهل تلاقي أفكار تقدر تحقق بيها حاجات عظيمة جدا في دنيتك. وفكرة الدمج ما بين الأفكار، أنت ممكن تلاقي فكرتين لطاف جدا تعرف تدمج ما بينهم وتاخدهم لفكرة جديدة مبدعة، زي الناس اللي فكرت زمان في عربية وفي مراكب وقدروا يوصلوا بيها للمركبة البرمائية، وده كان تطبيق عظيم للفكرة. حاجات كتير، موارد محتاجين نساعد مجتمعنا إنها تبقى موجودة. العالم بره بلاد كتيرة جدا اقتصادها قايم على شركات ريادة الأعمال، 90% في الولايات المتحدة وأكثر من 95% من اليابان. بلادنا محتاجة لكل رائد فكر وكل رائد أعمال يعمل مشاريع وياخد أفكار تساعده وتساعد مجتمعه وتساعد دنيته على التطور والتميز والإلهام، لأن الفكرة بتبقى عندك وحدك بس بتفيد بيها الدوائر اللي حواليك، فاللي حواليك فاللي حواليك فبلدك فمجتمعك فكل الدنيا اللي انت فيها. شكرا جدا لكل مستمعينا، وصلنا لآخر حلقتنا، وشكرا للي جاوب على السؤال بتاعنا ايه الفكرة بتاعة ريادة الأعمال اللي تحب تحققها، وشكرا لكل حد خد من وقته وسمعنا النهاردة. شكرا جدا ليكم، استنونا في حلقات جاية. كنتم مع دعاء العدلي وسنة أولى بزنس، تسمعونا الحلقة الجاية على كل خير.